في بناء دولة غنية على أرض هامدة. وكما نعلم إذا كان العرب لديهم الكثير من المال فإنهم بالتأكيد سوف ينفقونه على شيء فخم. وعلى وجه التحديد مثل هذه المشاريع الفخمة في قطر التي سوف أتحدث عنها اليوم، ولذلك أدعوكم جميعا للانضمام إلينا ومشاهدة الفيديو حتى النهاية. ملاعب كرة القدم. في عام 2022 ستستضيف البلاد كأس العالم التاريخي والذي سينظم في قطر لعدة أسباب. أولا ستكون هذه البطولة هي الأولى في التاريخ التي لا تقام في الصيف، وثانيا سيتم عقدها لأول مرة في الشرق الأوسط، وثالثا سيكون جميع ملاعب كرة القدم الثمانية قريبون جدا من بعضهم البعض بحيث يمكن الوصول إليهم بواسطة المترو. يتم بناء البعض على شكل خيمة عربية تقليدية حيث ترمز إلى كرم الضيافة لمضيف البطولة، والبعض سيكون على شكل غطاء الرأس التقليدي في قطر. لكن ماذا عن الملعب الذي ستقام فيه المباراة النهائية لكأس العالم؟ في منطقة راس أبو عبود يتم بناء ملعب ميناء الدوحة، وهو الأول من نوعه في تاريخ كرة العالم الذي يتم تجميعه من حاويات الشحن وغيرها من المواد التي يمكن تفكيكها بسهولة بعد مباراة كأس العالم. ولكن المظهر المستقبلي كثيرا يعود إلى ملعب الوكرة في المدينة التي تحمل نفس الاسم، وهو مستوحى من شراع السفينة القطرية التقليدية، ولديه سقف قابل للسحب بالكامل. وبحلول عام 2022 سيضم هذا البلد ملاعبا فريدة من نوعها، وبفضل نظام التبريد يظن المنظمون بأن درجة الحرارة داخل الملعب لن تتجاوز 27 درجة، بينما في الخارج 50 درجة. مدينة لوسيل. السبب الرابع لتنظيم بطولة كأس العالم لعام 2022 في قطر هو حقيقة أن المباراة النهائية ستتم في مدينة غير موجودة حتى الآن. قطر تخطط لبناء مدينة بأكملها، وهذا في حد ذاته مشروع طموح جدا. بناء المدينة البيئية لوسيل في قطر ستكلف 45 مليار دولار، وستكون على بعد 20 كيلومترا شمال الدوحة، وسوف يكون لها 2 من مراكز التسوق والمحلات التجارية الفاخرة والمرافق الترفيهية والمناطق السكنية، بالإضافة إلى ملعبان للجولف وحديقة الحيوانات وشواطئ رملية بيضاء، وكل هذا على مساحة تصل 35 كيلومتر مربع. عند اكتمال العمل في نهاية عام 2019 من المفترض أن المدينة سوف تستقبل 230 ألف نسمة. مدينة لوسيل الذكية ستضم أقصى قدر من التصميم العالي وتستخدم أحدث التقنيات لخلق فضاء صديق للبيع. المترو. خط المترو في قطر سوف يربط بين المواقع الرئيسية للمطار الجديد و8 ملاعب لكرة القدم، وبحلول عام 2022 من الضروري استكمال المرحلة الأولى وتشغيل المترو جزءا من هذه المرحلة الأولى، حيث تتجاوز تكلفته أكثر من 40 مليار دولار، وسيتم تشغيل 37 محطة وحوالي 80 كيلومترا من المسارات. ووفقا لبعض المعلومات تم توظيف أكثر من 27 ألف متخصص في هذا المشروع، وقد تم إدراج السكك الحديدية القطرية هذه بشكل رسمي في كتاب جينيز للأرقام القياسية. وتم اختيار تصميم محطة المترو شخصية من قبل تميم بن حمد بن خليفة الثاني، وعلى الرغم من القدرة على التكيف التكنولوجي لأحدث مترو في العالم، إلا أن المصممون حاولوا تركيبها وفقا للشريعة الإسلامية، حيث أن العمارة تشبه خيمة مرنة تقليدية التي كانت بمثابة مسكن للشعوب البدوية في هذه المنطقة. لوسيل مارينا. يعد مشروع لوسيل مارينا بناء آخر في قطر جزءا من برنامج فندق 5 نجوم للرؤية الوطنية لدولة قطر، والذي يشبه سيفين متقاطعان على شكل القمر أو الهلال كما هو الحال على علم الدولة. ويعد المشروع الرائد للشركة القطرية الهندسية المعمارية في قطر التي تعمل على تطوير صناعة السياحة في الدولة، وهو عبارة عن مبنى ضخم سيتم بناؤه على بعد 16 كيلومترا شمال وسط الدوحة عاصمة قطر. ووفقا للقائمين على هذا المشروع سوف تتكون البنية التحتية للمجمع من 800 جزء من المكاتب والمنشآت السكنية الكبيرة والمراكز الترفيهية والمحلات التجارية والمطاعم وغيرها من وسائل الحضارة الحديثة. لكن هناك توقيت محدد لإنجاز المشروع، كما أنه لم يتم تقديم أي معلومات عن الجسم نفسه حتى الآن، وذلك لأن المشروع لا يزال في مرحلة الموافقة على خطة البناء.
الميناء. تستعد دولة قطر لتدفق غير مسبوق من السياح، ويقوم الشعب القطري بتطوير البنية التحتية بسرعة، ولذلك في عام 2017 تم افتتاح ميناء حمد رسميا، وهو أحد أكبر مشاريع البناء. يقع ميناء حمد على بعد 40 كيلومترا جنوب الدوحة، وهو واحد من أكبر المشاريع في الشرق الأوسط، حيث أن هذا الميناء قادر على التعامل مع جميع أنواع السفن، وسيصبح شريانا بحريا مهما في شبه الجزيرة العربية. كان من المقرر أن تصل تكلفة إنشاء ميناء حمد 7.4 مليار دولار، لكن تم إكمال البناء وفقا للجدول الزمني وبتكلفة أقل مما كان مخططا لها. ومع ذلك في الوقت الحالي لم يتم الانتهاء من جميع أعمال البناء بنسبة 100%، وينبغي أن يبدأ الميناء العمل بكامل طاقته في عام 2020. بالنظر إلى المشاريع المذكورة أعلاه، ليس هناك شك في أن بطولة كأس العالم لعام 2022 ستكون الأكثر طموحا، ليس فقط في تاريخ كرة القدم، بل أيضا أكبر حدث معماري في عصرنا، حيث بلغ إجمالي تكلفة هذه المشاريع 200 مليار دولار، أي 14 ضعف تكلفة البطولة السابقة في روسيا، وبالتالي ستكون أغلى بطولة عالمية في التاريخ. مكاتب والمنشآت السكنية الكبيرة والمراكز الترفيهية والمحلات التجارية والمطاعم وغيرها من وسائل الحضارة الحديثة، لكن هناك توقيت محدد لإنجاز المشروع، كما أنه لم يتم تقديم أي معلومات عن الجسم نفسه حتى الآن، وذلك لأن المشروع لا يزال في مرحلة الموافقة على خطة البناء. الميناء. تستعد دولة قطر لتدفق غير مسبوق من السياح، ويقوم الشعب القطري بتطوير البنية التحتية بسرعة، ولذلك في عام 2017 تم افتتاح ميناء حمد رسميا، وهو أحد أكبر مشاريع البناء. يقع ميناء حمد على بعد 40 كيلومترا جنوب الدوحة، وهو واحد من أكبر المشاريع في الشرق الأوسط، حيث أن هذا الميناء قادر على التعامل مع جميع أنواع السفن، وسيصبح شريانا بحريا مهما في شبه الجزيرة العربية. كان من المقرر أن تصل تكلفة إنشاء ميناء حمد 7.4 مليار دولار، لكن تم إكمال البناء وفقا للجدول الزمني وبتكلفة أقل مما كان مخططا لها. ومع ذلك في الوقت الحالي لم يتم الانتهاء من جميع أعمال البناء بنسبة 100%، وينبغي أن يبدأ الميناء العمل بكامل طاقته في عام 2020. بالنظر إلى المشاريع المذكورة أعلاه، ليس هناك شك في أن بطولة كأس العالم لعام 2022 ستكون الأكثر طموحا، ليس فقط في تاريخ كرة القدم، بل أيضا أكبر حدث معماري في عصرنا، حيث بلغ إجمالي تكلفة هذه المشاريع 200 مليار دولار، أي 14 ضعف تكلفة البطولة السابقة في روسيا، وبالتالي ستكون أغلى بطولة عالمية في التاريخ.